السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نتعرف عن الأخبار اليومية. ضربات أمريكية على مواقع عسكرية إيرانية لليلة التاسعة. وروبيو يؤكد أن واشنطن منفتحة على الحل الدبلوماسي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إتمام الليلة التاسعة على التوالي من الضربات العسكرية ضد إيران. وأوضح بيان سنتكوم أن الوصول العسكرية الأمريكية نفذت ضربات دقيقة استهدفت سلسلة من المنشآت والقدرات الإيرانية، والتي شملت مراكز القيادة العسكرية ومواقع الدفاع الجوي ومنشآت المراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات. وبحسب البيان تهدف هذه العمليات المتواصلة إلى زيادة إضعاف قدرات إيران العسكرية ومنعها من شن هجمات السفن التجارية والبحارة المدنيين أثناء عبورهم في مضيق هرمز. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تضرب إيران بقوة تكريما للأمريكيين الذين قتلوا. وقال ترامب: ضربنا إيران بقوة مرة أخرى الليلة. إلى ذلك أكدت وكالة تسنيم شبه رسمية سماع ضوئي انفجارات عدة في مدينتي بندر مهشر وبندر الإمام خميني الواقعتين في جنوب غربي إيران. في غضون ذلك قالت السفارة الأمريكية في المنامة فجر الاثنين إن لديها معلومات تتضمن أن إيران قد تسعى إلى استهداف مواقع غير محددة في وسط العاصمة البحرينية. كما حثت الأمريكيين في البحرين على توخي النقضة، وذلك لضمان امتثال الحصار البحري الذي تفرضه على الإيران. وأوضحت سنتكوم أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ عملية الحصار، مؤشرة إلى أن طاقم البحرية الأمريكية على متن المدمرة الموجهة بالصواريخ USS جون فين وضع في حالة تهب واستعداد لمتابعة التطورات. وقتل جندي أمريكي في تفجير منهج لذخائر غير منفجرة في شمال العراق بحسب ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية. وقال سنتكوم في بيان صدر يوم الأحد إن الذخائر غير المنفجرة كانت تعود إلى طائرة إيرانية مؤثرة هجومية أسقطت. ما يبدو السعي وراء هدف ما أحيانا مثل تسلق جبل تبدو القمة قريبة بشكل خادع، والشيء الوحيد الذي يبقيك على الطريق هو دافعك. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا.